السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. في البداية نعرض لحضراتكم النهاردة العجلات الهولشتاين الألماني بنات الاستيراد موسم أول وتاني. احنا النهارده بنقول اللي هو عاوز يختار عجلة هولشتاين وما عندوش اي خلفيه او اي معلومات او اي خبره عن اختيار العجلات الهولشتاين. اول حاجه لازم تاخد العجلات الهولشتاين من مكان معتمد او شركه معتمده لانتاج الالبان او الاستيراد بتاع الابقار، او اي حاجه برضو من الشركات المعروفه. النهارده مواصفات العجله الهولشتاين باختصار: ان الراس بيكون صغير وطويل من اول فتحة الانف الى اعلى الرأس. الرأس بيكون مثلث هرمي من فوق صغير جدا. الرقبة بتكون طويلة. اللب بتاع الرقبة ما يكونش مترهل. الارجل الامامية بتكون مستقيمة. الظهر بيكون مستقيم من اول الكتف الى اخر الديل. الرجلين الخلفيين بتكون متسعة وعلى حرف يو مقلوب بزاوية خفيفة في انحناء الرجلين. بتدي شكل مثلث من عند منتصف الرقبة من الأمام إلى أعلى عظمة الفخذ إلى منتصف الرجل اليمنى. شكل مثلث أو هرمي أو زي ما يكون مثلا مثلث غير متناسق الأضلاع. العرق بتاع اللبن او عروق اللبن اللي تحت في البطن بتكون بارزة ومنتفخة. الضرع بيكون كبير نوعا ما وحلمات الضرع تكون متناسقة. ديت يعني ايه بعض الصفات اللي انت ممكن. الجلد بيكون طري مش مشدود، الشعر كثيف وناعم لامع. دي الصفات المبدئية اللي انت ممكن كراجل ما عندكش خبرة تختار عليها البقرة الهولشتاين. نيجي بعد كده للحاجات اللي هي تتوافر عشان تربي بقرة هولشتاين. إن ما كانش المكان عندك بيدخله شمس وهواء عشان عملية التطهير أو عملية فيتامين ألف ده اللي بتاخده الأبقار من الشمس وتطهير الأماكن من الفيروسات أو الميكروبات، يبقى ما تجديش بقر هولشتاين. لو مش هتوفر سلاج ذرة علف مالئ للأبقار يبقى برضو ما تجيبش بقر هولشتاين. لو ما عندكش عمالة مدربة على عملية الحليب وازاي تستعامل مع الأبقار الهولشتاين يبقى ما تجيبش بقر هولشتاين، لأن أنا مش هدفع مبلغ كبير في بقرة وآجي نتيجة إهمال معين أو نقص حاجة معينة في التغذية وآجي أقول البقر الهولشتاين فشل معي، لأن البقر الهولشتاين عجلة بحد ذاتها مشروع قائم بذاته. ليه؟ عشان احنا هنتكلم النهارده نقول ان الابقار الهولشتاين انتاجها في اللبن من الموسم الاول من 32 ل 35 كيلو، وبعد كده كل موسم بتزداد معايا. يعني النهارده هنقول حسبة بسيطة لإنتاج 35 كيلو لبن، يعني بتديني من 700 ل 750 جنيه. نفترض إن البقرة هتاكل عندي 250 جنيه، يبقى أنا عندي 500 جنيه شهريا أو يوميا آسف، في 30 يوم ب 15000. بحلب البقرة مدة 7 شهور، لأن بنشف عند الشهر السابع عشان خاطر البقرة تبتدي تستعد للموسم الجديد بتحضير كمية اللبن اللي هي هتقدر تديها في الموسم الجديد، ولبن السرسوب اللي هياخده العجل اللي هو المولود اللي هو بيتاخد في أول 3 أيام. ولذلك احنا النهاردة بندي 7 شهور، بنحلب 7 شهور. ال7 شهور لو افترضنا ان انا عندي 15000 جنيه في الشهر، في 7 شهور ب105000. ده بعد الاكل بتاعها وبعد كل مصروفاتها. ولازم يكون عندي كمان معايا دكتور بيطري شاطر ممارس ومتعامل مع الابقار الهولشتاين وعنده خبرة، مش اي دكتور، عشان برضو عملية التلقيحات الصناعية او ان انا هشوف هتعامل مع الابقار ازاي اثناء التلقيح، بيبقى عنده الخلفيات دي كلها. طيب النهاردة انا وفرت كل الاشياء وابتديت اتعامل مع الابقار الهولشتاين. ابقار الهولشتاين النهارده لما نقول ان هي في الموسم الاول بتجيب تمنها، يبقى انا كده بشتغل على مشروع ناجح بنسبة 100% ان شاء الله. طيب لو انا عندي الابقار في منطقة الالبان بتاعتها مش ذات جدوى او اللي بياخد مني اللبن ما بيدينيش سعر ممتاز، اجيب عجول واحلب الابقار وارضعها تمام على اللبن بتاع الابقار، كل عجل 2 كيلو. وطبعا في جرادل يشرب غب. النهارده الجديد مفيش حلمات، مفيش بزازات، عشان خاطر طبعا الحلبات بتاعت البزازات بتنقل فيروسات وبتسبب اضرار بالنسبه للعجول.
فالنهارده الحديث ان انا برضع في اي جردل، اي بستله نظيفه، جردل بلاستيك نظيف، بحط له 2 كيلو فورا بعد الحليب من البقره. وده طبعا بيفيد في حاجات ياما. لو عندي التهاب في الضرع يبقى ما باذيش العجول. لو عندي اي حاجه مرض لا قدر الله، ارتفاع درجه حراره في البقره، يبقى انا بعرف ان البقره دي هتلافى اللبن بتاعها وهرضع من بقره تانية لغايه البقره ما تصحى ان شاء الله ويقوم من ايه، من عمليه الحراره. يبقى انا النهارده بستفاد بقيمه مضافه للالبان في حاله ترضيع عجول رضيعه. بجيب عجول رضيعه 10 15 يوم وقعدتها معايا لغايه 90 يوم، وبعد كده افطم واطلع وادخل دوره جديده برضو وهكذا. يبقى انا استفدت باعلى عائد مادي بالنسبه للابقار الهولشتاين. عندنا الابقار النهارده اللي احنا عارضينها ان شاء الله، اللي هتطلع في الدفعه الجديده، اوزانها ما بين 650 ل 750 كيلو. العجلات النهارده طبعا زي ما احنا قلنا انتاجها من اللبن معروف، والامهات انتاجها قدام منك ممكن تشوفه بنفسك. طبعا دي عجلات بنات استيراد في موسم اول وتاني. النهارده بنقول لحضرتك انت ما تجيش تشتري من عندنا، بديك المواصفات دي والعيوب والمميزات للابقار، عشان خاطر احنا والله معاك مش ضدك. انت عليك تختار، والمواصفات قلناها لك، وتراعي في العمليه المواصفات القياسيه. طبعا الابقار عندنا بتاخد احجام كبيره. ليه؟ لان احنا دايما بنلقح بعد وزن 420 كيلو غير كل الشركات، عشان البقره تبتدي تاخد الحجم بتاعها اللي تقدر تتحمل عليه الحمل والولاده. وتجيب العجل من البدايه في الموسم الاول يكون حجمه كبير نوعا ما، وبعدين تبتدي تزيد معايا في الانتاجات، في انتاج اللبن في كل موسم من 5 ل 7 كيلو. هنا كده يبقى انا حطيت البقره على الطريق السليم، واستفيد منها لو انا بدخلها عندي المحلب، او لو بعتها تفيد غيري بالنسبه لعمليه المصداقيه في عمليه البيع والشراء. النهارده ان شاء الله الابقار بيتراوح سعرها من 145 الى غايه 160 165 بالنسبه لنا، بالنسبه للابقار اللي موجوده عندنا. المحطات عندنا طبعا النهارده موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.